السلام عليكم ثالثه ثانوي، عاملين ايه يا رجاله؟ توكلنا على الله. اول هوم ورك عندنا، محتاج اقول لك ان انا يعني هنبدا حالا، بس انا بصور في الاجازه، فيعني الموضوع مأزم في حياتي، وحسبي الله ويلا بينا. السنه دي ان شاء الله بجد هتكون خير، انا متفائل خير جدا بجد، مبسوط. كل حاجه متحضره لكم ان انتوا تكونوا كويسين واحنا معاكم، وان شاء الله هننجح بشكل غير ادمي. متفائل خير جدا بالسنه دي، وذكراويه جامدين واصليين وكل حاجه. يلا بينا من غير كلام كتير، يلا بينا يلا بينا يلا بينا. الهوم ورك الاولاني في ألذ حاجه، ويمكن ألذ ممكن حاجه تجي لك في الدنيا. يلا يا باشا دلوقتي الحمد لله الهوم ورك، يا رب تكون الملزمه اكيد اكيد بالعافيه عجبتكم، مش محتاج اقول لكم، اكيد جايه من ذكري يعني فباينه. اليونتس يا ريت انت تكون حفظتها واتفرجت على التاسيسيه عشان تقدر تعمل تايمز وديفايدد. ما شاء الله عليك، احلى ولد عندنا. يلا يا باشا توكلنا على الله. دلوقتي البيزكس بتاعي يا معلم الالكتريستي. طيب مبدئيا عشان نبدا، قبل ما نبدا الهوم ورك حضرتك لازم تكون بتذاكر، ما ينفعش اخش على الهوم ورك على طول، فبالتالي مش هتعرف تحل. قصه المذاكره بيخليك مبدئيا تعرف تحل بنسبه 20 30 40%. تذاكر ورقه وقلم، ونزلت عامه في زيكو وصديقه او وات ايفر، نزلتها لكم او اتكلم مع حد تعرف انت ازاي تذاكر. اوكي، فبالتالي حضرتك لازم تذاكر عشان نقدر نعمل حاجه. اوكي ماشي قشطه يا باشا، توكلنا على الله. نبدا بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده، نسمي الله ونقرا الفاتحه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. خلاص بدايه ان شاء الله للسنه، فلازم ايه نقرا البقره. يلا بهزر قشطه يلا. يلا يا باشا، اول واحده عندنا اليونتس بتاع، نسيت، ذا يونت اوف ميجرنج الالكتريك تشارج. ايه يا عم الالكتريك تشارج دي والنبي يا عم الحاج مش اي تشارج، انا بتكلم على الالكتريك تشارج كفيزيكال كوانتي. والراجل سال على اليونت بتاعتها. طب اليونت بتاعتها بعد اذن حضرتك اقدر اقول لك ان هي اصلا، او الفيزيكال كوانتي بتاعتي هي الكيو. حلو، فالكيو يا معلمي ايكوال، انت عارف القانون، ايكوال ان في الاي. بس مين اصلا اللي عمل الكوانتي اوف تشارج؟ قلنا لنا اول واحد نفسيه حقيره، عمو ربنا يبارك لك عمو كولوم. بالمره بقى نجاوب. ادي الاجابه بتاعتنا ان شاء الله. ايه يا رجاله؟ دي مذاكره. اوكي طيب تعالى بقى نخش على اليونتس هنا. الان يا جدعان هل ليها يونت؟ استحاله، مفيش حاجه اسمها نمبر يونت. اوكي، فهنا دي ملهاش اي يونت. خلاص، انا لما اجي اعمل الحمد لله تايمز الاي بقى، طب ما انا كولوم ودي ملهاش يونت، طب الاي، طب اليونت بتاعتها بالايه؟ اقدر اقول لك ان هي 1.6 حبيب قلبي في 10 ذا باور نيجاتيف 19، ما انت عارف الرقم. طب يونت بقى برضه حبيب قلبي بالكولوم، ما هو لازم يبقى كولوم قد كولوم، ما دي ملهاش يونت. فبالتالي الاي برضه لو هو سال عليها كالكتريك تشارج، اللي هي الالكتريك تشارج ذات نفسها الاي، اقدر اقول لك ان هي الكولوم، يعني كله كولوم. اوكي، كوانتي اوف تشارج او الكتريك تشارج. طب هو هنا بقى بيسال على الكوانتيتي ولا على الالكتريك تشارج؟ بص بعينك كده اقرا الكتريك تشارج. ايه ده ما سالش على الكوانتيتي، فعشان كده انا جاوبتها كولوم، عشان هي اصلا بيتكلم على اللي جوه مش بيتكلم على اللي بره. انت طبعا هتعتبرها ان هي كوانتيتي، وانا عارف ان انت جبتها كولوم، بس هو مش قصده على كيو، قصده على مين يا رجاله؟ على الاي. اوكي يلا توكلنا على الله، خش على اللي بعده. يا كوبايه الشاي جت خلاص. يلا يا باشا عيش حياتك، بكلمكم انت يا رجاله. ذا يونت ميجرنج اوف ذا فلو ريت اوف الكتريك تشارج. تعالى بقى كلمني الفلو ريت بتاع الالكتريك تشارج ده اللي هو مين؟ ما هو يعني ايه ريت اصلا؟ اتفقنا لو حضرتك برضو مذاكر الديفاين بتاعنا، ريت اصلا يا جدعان اتفقنا ان هي تعتبر ديفايدد تي. حلو، طب ديفايدد تي بقى انا بالنسبه لي مين اللي؟ ايوه الكتريك تشارج هي اللي ديفايدد تي. يعني من الاخر هو بيكلمك على الاي، او من الاخر الان ملهاش يونت، اقدر اقول لك ان هم كلهم على بعضيهم كده اللي هم الكيو. حبيب قلبي على مين يا اخويا؟ على التي. تاني كده هو قال الكتريك تشارج على التي. ازاي قال تي؟ الريت. ما دام قال ريت اي حاجه ريت طول السنه يبقى هي قصده بيها ديفايدد تي. خلاص، طب بقول لك ايه، تقدر تقول كولوم على تي عادي، او تقدر تقول ان في اي، لان كده كده الان ملهاش يونت، الراجل عايز يونتس. فحبيب قلبي اقدر اقول لك كيو على تي. في الاول والاخر انت بتتكلم وتفر ان في اي او كيو، كده كده بتتكلم على كولوم. والتايم ما انت عارف بالمينت ولا بالاور؟ برافو عليك يا عم الحاج، حبيب قلبي بالسكند، فبتكلم على كولوم بير سكند. طب ما انا بالراحه ما لقيتش كولوم بير سكند، ما هو انا لازم اكون مذاكر، ما انت عارف ان دي اصلا كيو على تي، فده قانون اصلا حبيب قلبي الاي، صح كده؟ كارنت انتنستي، الكتريك كارنت انتنستي. فبالتالي اقدر اقول لك ان اليونت بتاعت حضرتك اللي بتعادلها او الايكويفالنت ليها
حبيب قلبي الامبير. خش يا باشا، خش يا جامد، يلا. which of these unit equivalent to 1 امبير. الراجل رجع يلعب تاني. حلو. طب انا عارف والله ان ال 1 امبير حبيب قلبي سهله اهي والله مكتوبه. الاي ايكوال الكيو على التي. حلو. يعني من الاخر اقدر اقول لك ان هي كولوم على مين يا عم الحاج؟ على السكند. طب ما احنا لسه كاتبينها فوق والله. طب ماشي يلا ندور. كولوم دوت سكند. ايوه برافو عليك. غلط باشا، دي دوت. احنا فيزياء يعني اقوى ماده عندنا حبيب قلبي. فانت لو بجد يعني راجل في الكنتالوب ما تجيش هنا لو سمحت. الاهتمام ما بيطلبش. مش هقول لك تهتم بالفيزياء، اقسم بالله تيجي تبوسك من الاخر. فولت على اوم. حلو. فولت على كولوم. ايه القرف ده؟ اوم في فولت. طب ما انا مش عارف ده ايه. ما انا عندي قانون تاني حبيب قلبي في اومز لو، خدناه في نفس الحصه، اللي هو ايه بقى يا باشا؟ الفي ايكوال ار. واعترف. الله ينور عليك. طب بعد اذنك الراجل كان طالب مين معلش؟ والنبي ال 1 امبير. يعني هو طالب مين؟ الفي والاي والار. هو طالب الامبير انهي واحده؟ اللي هي الاي. حلو. طب انا عايز دي. ايوه شوف اللي جنبيه صح كده ومرمط اللي او خبيه ومرمط اللي جنبيه. الحمد لله على السلام. ادي الار ايكوال في على مين يا اخويا؟ على الار. يا سبحان الله. نقول تاني اللي انت عايزه، خبيه ومرمط اللي جنبيه. هتمرمط يا معلم الار. الحمد لله على السلام. بقول لك ايه، الفولت ما انت عارف، او من الاخر البوتنشال ديفرنت اللي فوق انت عارف ان اليونت بتاعتها بالفولت، والار انت عارف ان اليونت بتاعتها بالاوم. خدت حته صغنططه عنها قشطه. فهي دي ام التعليم. فنقدر نشوف الدنيا. ففولت على الاوم. الاوم الجميله. اوكي. خش على اللي بعده. خش على اللي بعده. جايه ولا مش جاي؟ انا عايز اي. فانا بكل بساطه وديت كل حاجه، بعدت كل حاجه عن ان الاي. انا عايز اي فببعد كل حاجه. الحمد لله على السلامه. نزلت الار. فولت على اوم. قشطه. رجاله الناس اللي مذاكره وحلت الكلام ده وشافت الانسر ما تتفرجش. انت خلصت. خش على اللي بعده. روح خد بريك. الناس اللي مخلصه الكلام ده مش هنقعد نعيد في الهوم ورك اللي انت حله اصلا مش شايفه ان هو صح. the unit of equivalent to coulomb per second. حلو. ايه coulomb per second؟ احنا لسه كاتبينها. نكتب والله العظيم coulomb per second اللي هو قال عليها. ما تيجي اقول لكم ازاي اصلا بنحل حاجه اسمها equivalent unit. دي ليها جزء او ربع حصه كده عندنا في المراجعات قدام شويه لما يبقى معانا يونتس بجد. بس انا هديكم هنت بسيط عامه عشان تحل ايه كل اليونت. الكلام كالاتي: اول ما يجي لك يونت بالمنظر ده والراجل عايز equivalent unit، احنا عامه ما بنفهمش يونتس قوي. فاسهل طريقه اقلبها لي حروف. يعني ايه؟ يعني الكولوم انت عارف ان هي عباره عن كيو. طب والسكند انت عارف ان هي عباره عن يا معلم التي. حلو. طب حبيب قلبي كيو على تي ده اللي هو مين؟ خلاص انا عرفت القانون قشطه. ده بعون الله اللي هي بعون الله الاي. سهله مش مستاهله. كمل. طب ما الاي الراجل مش عايز الفيزيكال كوانتي، الراجل عايز اليونت بتاعت الاي. فبالتالي نمبر 4 اقدر اقول لك امبير. هتيجي اوريكم طريقه ثانيه للبتاعه دي قشطه. بص هجيب لكم الاي من جوانا صباح الفل. ما تفهمش ازاي بس هجيبها. نقول تاني ايه؟ كولوم على مين يا رجاله؟ على السكند. خش يا باشا. اتفقنا ان هي كيو على مين يا اخويا؟ على التي. بس انت عارف ان انا عامه لما اليونتس بتكبر فانا مش عايز اجمع، ما بحبش اجمع. يعني انا هنا جمعت فجبت لك الاي قشطه. انا مش عايز اجمع، انا عايز دايما افك القانون بس. يعني ايه؟ يعني من الاخر الكيو دي تفكها. اكيد مش هفك التايم. مستر الكيو تتفك ان في اي. لا، انا لو فكيتها ان في اي مش هتلقط. ده بقى سنس فيزياء. مش هتلقط مع التي اللي تحت. هفكها حاجه فيها تي. يعني ايه يا مستر ده؟ يعني من الاخر انت عارف ان الاي ايكوال كيو على التي. انت عارف اهي تاني ان الاي ايكوال كيو على التي. برضه هات لي الكيو لوحديها. طب هخبيها ومرمط اللي جنبيها. التي هنا بالديفايد بتطلع فوق بالايه يا عم الحاج؟ بالتايمز. فالقانون بتاعك اي تي. وده على فكره اللي هتجي لنا في السؤال اللي بعده. حبيب قلبي ايكوال الكيو. الحق الكيو ايكوال اي تي. يعني ايه اي تي؟ ديبارتمنت اي تي. منكش كده في السخان. عارف انت الاي تي في الشركات؟ هو ده ديبارتمنت الاي تي. ادي الاي تي. اي تي ديبارتمنت اي تي قشطه بتاع الكمبيوتر ساينس. حلو. يبقى انا اي كيو اشوفها مفرتكها فسيها كده واعمل يا حبيب قلبي اي تي. يعني ايه؟ يعني بعيد عنك التي اهي زي ما هي اتحطت زي ما هي. الكيو بقى حبيب قلبي اقدر اشيلها واكتب مكانها ديبارتمنت الاي تي. حد يقول لي كده دايما بقى انا بعمل ده ليه؟ عشان اليونتس بعد كده هتبقى عظيمه. فمش هتعرف تجمع قوانين، هتلاقي كذا حرف. فهي ده الحل ان انت تفك. انا فكيت دلوقتي كيو طلعت لها قانون. اعتقد مرحله التف جت صح؟ الحمد لله على السلامه. كل ساوند تايب. بقى لك مين يا عم الحاج؟ الاي اللي احنا قلنا عليها من اول امبارح ان هي بعون الله بالامبير. خلاص
خش على اللي بعده. ذا يونت اوف ميجرنج الاي ام اف. حد يقول لي كده الاي ام اف يا عم الحاج؟ صباح الفل، صح يا عبده؟ صح؟ الاي ام اف بتاعت حضرتك هيبقى قلبي بالفي. باشمهندس عز فوق كده يا عم الحاج، الاي ام اف ده اللي هي ايه؟ الفي بي. والله صباح الفل. طب اليونت بتاعتها ما انت عارف ان هو بالفولت. الراجل ما لعبش ولا عمل اي حاجه، قال لك ان انا بعيد عنك ان هي ان شاء الله ايه؟ فولت. نخش على اللي بعده، خش على اللي بعده. نمبر 6 calculate the quantity of a charge. quantity دي بقى كده معناها ان هو قصده حبيب قلبي كيو صريحه. الثانيه الكتريك تشارج اللي هو الاي. تمام؟ خش عليه. سرعه كوندكتور 1.5 for 2 minutes. ما تيجي نطلع فوق شويه كده عشان نعرف نكتب. 0 ماشي for 2 minutes. طيب حضرتك يا باشا انت عايز الكيو، سهله جدا، لسه كنا بنتكلم فيها ان الاي ايكوال كوايت. حلوه قوي. طب معلش كده والنبي، يبقى الكيو عايز الكيو، انا عايز الكيو دلوقتي. افرض انا دلوقتي ما بعرفش اعمل تايمز وديفايد، مش هقول لك شيفت سولف، اوكي؟ بس احنا لازم نعمل تايمز وديفايد. نصيحتي من الاول اهو، حضرتك امتحان اخر السنه اللي فاتت ما كانش فيه ارقام، كله سيمبلز. وكنا من بقول الكلام ده بقالنا 4 سنين، فلو سمحت بعد اذن حضرتك خف الشيفت سولف. شيفت سولف لما يكون مساله كبيره وهقول لك حاجات كتيره، لا والله دي هتنفع شيفت سولف، مش هينفع، اسهل حاجه ليها. بس حضرتك ده مش حاجه، ده مش حاجه. مستر انا ما ذاكرتش، حبيب قلبي ما احنا معاك، بس والله العظيم الكلام ده مش صعب، فتقدر تعمله بسهوله. تاني حاجه، مش جاي تحاول خلاص يا باشا، ايه اللي دخلك علمي عندنا؟ صح؟ انت جامد وان شاء الله جاي وعارف ان انتوا بسم الله ما شاء الله فاهمين الموقف اللي انتوا فيه، فلو سمحت ها يلا عادي بعمل تايمز وديفايدد، مش اللي هوقف كل حاجه. بنات وولاد اخواتي ادب علوم شدوا حيلكم يلا. بيقول لك يا باشا اي وتي، سبحان الله التي هنا بالديفايد، انا عايز الكيو، ابعد عنها كل حاجه، التي هنا بالديفايد، تروح الناحيه الثانيه هيبقى قلبي اقدر اقول لك اي في تي. الحمد لله على السلامه، خلصنا سبحان الله. يلا باشا عوض. طب انا معلش كده والنبي ادي الكيو اللي هو بيحلم بيه، حلو. الاي نخش يا باشا على الاي. الراجل مديك 1.5 احمد دي ولا امبير؟ حبيب قلبي شكرا. 1.5 اشتغل على 5 عندي اس كده يا جدعان فور 2 minutes. ماشي حلو قوي. هروح اكتب والله ان 2 ده اصلا تايم، ادي 2 بس بذمتك انت اكيد واعي، اكيد من ثالثه ابتدائي ما شفتش تعليم نتعلمها. حبيب قلبي المينت، انا بشتغل مينت ولا بشتغل بالسكند؟ سكند. فبالتالي بضرب تايمز 60 لان 2 minutes فيها كام سكند؟ 2 في 60. فصباح الفل كلام سهل جدا. اقدر اقول لك ان دول 3 في 60، اقدر اقول لك ان الكلام ده هيطلع 180. معلش والنبي انا عايز اليونت عشان الراجل ممكن يكتب 180 بكذا يونت، فاكيد اخوك يا معلم الايه؟ الكولوم هو ده اليونت بتاعت حضرتك. خش يا شاكوش يا جامد. نمبر دي. اوه سهله سهله سهله، كل حاجه سهله. خلاص كنا بنهزر معاكم، يلا نضحك مع بعض. اوكي ماشي يلا خش على اللي بعده. هو انا current 1 امبير passes through a point in electric current. ماشي معلش انا هاجي اقرا معاكم عشان الاضاءه مش شايف حاجه. خلاص ادي 1 امبير وادي يا عم 1 minute. الراجل طلباته ايه؟ طلبوا النبي برضو ذا الكتريك ايه يا رجاله؟ طالب ذا الكتريك تشارج. طيب عامه الكتريك تشارج بالنسبه لنا اقدر اقول لك ان هي المفروض الاي، بس انا نجرب الدنيا ماشيه ازاي. يلا يا رجاله حلو. ماشي يلا يا رجاله. بكل بساطه اقدر اقول لك تعال نجيب الكيو الاول زي ما اتفقنا لسه عاملينها حالا ان هي عباره عن اي في تي. جبت القانون منين يا مستر؟ فعلا هو صعب جدا، معاك حق حبيبي. ايكوال الكيو على مين يا رجاله؟ على تي. الاي ايكوال كوايت. انا عمر بسم الله ما شاء الله عليا، بسم الله ربنا يحرسني يا رب، حافظ قوانين. واو بجد قوانين كتيره جدا، 3 قوانين خدناها فكانت صعبه جدا بالنسبه لي. كوايت وك وك والفي ايكوال اير واعترف قشطه. فالكيو على تي ماشي. الكيو ايكوال ايه يا حبيب قلبي؟ اي في تي. تعال نكمل. خلاص عملنا ازاي؟ جبنا الكيو طبعا وادينا التايم بايه؟ بالتايمز. ماشي. الاي بتاعت حضرتك الراجل بعد اذنك كاتب 1 امبير. حلو يلا باشا ادي وحياه حماده 1 امبير. كتبنا ال1 سبحان الله ان 1 مينيت. ماشي يا حبيبي ما عنديش اي مشكله. 1 مينيت يعني من الاخر ادي 1 بس المينيت معلش هي نفس الكلام، التكرار بيعلم مين؟ الكنتالوب قشطه. 1 في 1 ايكوال 60 صباح الفل، او يعني من الاخر كله كام؟ 60. حضرتك الراجل بيطلب والنبي يا معلم الكوانتري، فاقدر اقول لك ان الباشا ده بالكولوم والحمد لله على السلامه صباح الفل. يلا دقيقه كمان. ما هو بص احنا بقى كنت بتكلم بسرعه لان دي يونتس وانا زودت فيها عادي جدا. نهدي بقى اللعب شويه ونتكلم بالراحه. اوكي يلا.
دخلنا في مستوى الحلو، اكيد انت هتخش في مستوى ذكري، فاهلا بيك. الهوم ورك السنه دي ظبطناه بشكل غير طبيعي، بحيث ان هو يبقى مور ذان انف، مستوى حلو غير السيرش. يعني بره السيرش، اطلع بره السيرش، هو الهوم ورك ذات نفسه حلو قوي. اوكي يلا، بقول لك ايه يا باشا، دلوقتي نهدي اللعبه عشان احنا دخلنا في كتب عربي. الحته دي مترجمينها من كتاب عربي جميل اسمه الوسام، لو سمعت على العربي هتعرف يعني ايه وسام. ماشي، هو ده يمكن اكتر كتاب احنا جايبين منه، لان هو من الكتب النظيفه اللي قوي. قشطه يلا. دلوقتي بيقول لك فور كوندكتورز، على فكره معاك 4 كوندكتورز. حلو. بيقول لك يا باشا وين كونكتنج، دول الاربعه بتوعنا ها، وين كونكتنج باتري. حلو ماشي. with two terminals of each of them. ماشي. which one will have the largest electric current، مين عنده هيبقى اكبر electric current بالشكل ده، ومين كمان which one عنده the least، تمام، برضه electric current. خلصانه؟ مين عنده اكبر كهرباء واقل كهرباء بالترتيب كده، اللارجست الاول واللي بعديه الخفيف الاول او الليست الاول الثاني سوري. يلا خش على اللي بعده. انا بقى اعرف منين؟ ما هو انا عايز اعرف مين اللي بيمشي من الاخر، اللي بيمشي بروتون ولا الكترون. انا بالنسبه لي الكترون، انا عارف ان هو الكترون. طب برضه ستيل الراجل عايز يعرف مين اكبر كهرباء او مش اكبر كهرباء. طب ما تيجي نجيب اللي واضحه قوي سهله قوي، الليست. يعني ايه؟ يعني من الاخر هات لي اللي تضيع لي التشارج. بقول لك ايه، مين ما فيهمش تشارج؟ طب انا عندي واحده نيجاتيف هنا تطير مع بوزيتيف من هنا، ونيجاتيف من هنا مع بوزيتيف من هنا. دلوقتي من الاخر ولا في نيجاتيف تشارج ولا في بوزيتيف تشارج، وات ايفر هي الكترون كارنت او كونفنشنال كارنت. لو انت عارف الالكترون كونفنشن اللي بتمشي من البوزيتيف للنيجاتيف فهي كونفنشن، اللي بتمشي من النيجاتيف للبوزيتيف فهي الكترون كارنت. حلو. طب دي عايز اقول لك ان بالتالي يعني بالصلاه على النبي عليها ما فيش خالص، فاقدر اقول لك ان دي 0 امبير، يعني دي فعلا مش هيبقى فيها كهرباء خالص. ليه؟ ما فيهاش تشارج ومطيره. مستر ما في ملايين تانيين، ما هو الملايين التانيين دول مخفيين مع بعض ونيوترال، فهم تشارجز قد بعض، مفيش فرق بوتنشال كبير او صغير. اوكي حلو قوي. تعال ايه ده، هي اللعبه كده؟ هو دماغه داخله على كده. حلو، يبقى دي 0 امبير. ما اعتقدش ان في واحده تانية هتبقى اصغر منها. تعال نجرب كده. هيبقى قلبي دي هتطير دي ودي هتطير دي، فهيبقى طبعا هنا اقدر اقول لك ان هنا في ايه يا رجاله؟ واحده نيجاتيف. طب هنا 3، اقدر اقول لك ان هنا في 3 نيجاتيف، مفيش بوزيتيف. طب مستر فين البوزيتيف اللي هنا؟ ما اكيد في بوزيتيف تشارج. برافو عليك. عايز اقول لك ان هنا كان في بوزيتيف وفي نيجاتيف، بس الراجل ما رسمهمش لان هم طيروا بعض. طب هو ليه رسمهم هنا؟ عشان يقول لك ان دي الليست. انت فاهمني؟ وهو طيروا بعض، يعني هم دول برضو موجودين هنا، دول اللي زي بعض، العدد اللي زي بعض موجودين هنا وطيروا بعض اهو، وفي تاني غيرهم وطيروا بعض، واتبقى في الاخر ان في نيجاتيف واحده اكبر. هنا والله في حاجات موجوده بس هو ما رسمهاش، طيروا بعض، واتبقى 3 نيجاتيف اكتر. هنا كان في حاجات نيجاتيف وبوزيتيف كتير، طيروا بعض، بس اتبقى لي 2 بوزيتيف ايه يا رجاله اكتر. حلو. عشان بس نخلص الموضوع هنا بكل بساطه، ما تخشليش في حته الالكترون والكونفنشنال كارنت في الحته دي. ليه؟ الراجل ما ادالكش دايركشن. بص كده هنا وبص على اللي بعديها، ليفت تو رايت، يمين وشمال، طالعه كده ماشيه كده. هنا الراجل ما ادالكش دايركشن. لو كان اداك دايركشن كنت هبدا بقى اقص بقى مين بقى ماشي والله دايركشن اعلى واقل او باي شكل كان. بس دلوقتي الراجل ما اداليش اي حاجه. هو عايز يعرف ايه؟ هو عايز يعرف مين عنده تشارجز اكتر، فبالتالي عنده كهرباء اكبر. يا حلاوه. طب هنا مفيش تشارجز، هنا 0 تشارجز طالعه، وات ايفر بوزيتيف او نيجاتيف، وات ايفر مين اللي بيمشي، وات ايفر الكترون او كونفنشنال كارنت، وات ايفر البوزيتيف تشارج او النيجاتيف تشارج، فهنا 0. فبالتالي الليست بالنسبه لي اقدر اقول لك ان ده ما عندوش اي حاجه. مين بقى اكتر واحد عنده عدد من التشارجز فوكال بوزيتيف او نيجاتيف؟ انساها دلوقتي عشان ما فيش دايركشن. اوكي، فاكيد نمبر 3 هي اللي عندها اللارجست عدد، لان هي عندها 3، فاقدر اتحرك براحتي واقدر اطلع كهرباء براحتي. فبالتالي اللارجست هو طالبها الاول، لازم تتجاوب الاول، والليست هي الثانيه ولازم تتجاوب هي الثانيه. فبالتالي هي 3 هي اللارجست و1 هي الليست. ماشي خلاص. ما تيجي بقى نعك. يلا نعك. نتكلم دلوقتي على الالكترون كارنت والكونفنشنال كارنت بجد. يلا يا باشا. الراجل بيتكلم، خلاص خلصنا 3 1. يا رب تكونوا ان شاء الله فهمتوها، ولو ما فهمتهاش تعالى اسال عادي واحنا معاك في اي حاجه، وانت عارف احنا بنعمل ايه. خلاص. الكتريكال ديسشارج. حلو. تيوب هيدروجين جاز وفاوند يا معلم. خلاص. ان 6 في 10 ذا باور 18 الكترون. حلو، خلي بالك دي الكترون. ماشي. موفز فروم ليفت تو رايت. ماشي، انا مضطر ارسمها، معلش انا بحب ارسمها. انا معايا الكترونيه
قشطه، ماشيه من الليفت تو رايت. سبحان الله، معلش انا اسف علشان بس ايه، في ناس ايه ليفت تو رايت. انت عارف الليفت، اكيد عارف ايدك اليمين والشمال. حلو جميل، الليفت دي اللي بضرب بيها صح؟ يعني ما اضربش باليمين، ربنا يستر. خلاص حلو. فبكل بساطه افري سكند، كل ثانيه. حلو. وبروتون بقى يا حبيب قلبي موفز فروم رايت تو ايه؟ تو ليفت. لا اله الا انتوا هتدوخونا ولا ايه بقى؟ بروتون ماشيه من الرايت تو ايه يا رجاله؟ تو ذا ليفت. الراجل قال لي بس مش عارف ان دي 6 في 10 ذا باور 18 في السخان كده، ودي 4 في 10 باور يا معلم كام يا رجاله؟ 18. حلو حلو حلو، افري سكند برضه. سو يا معلم الكرنت انتنستي، لا اله الا الله. طيب بالراحه بقى، انا عندي واير في حاجتين ماشيين، هو المفروض الحاجتين ماشيين ولا حاجه واحده؟ حاجه واحده. حلوه قوي. طيب بص بقى، ما دام الراجل اداني دايركشن، الراجل اداني دايركشن، يبقى انا لازم اشوف انا كونفنشنال او الكترون كارنت. طب انا اعرف منين؟ الراجل ما قالش يا مستر، لا قال. بصوا بقى، كلمه بسيطه هي اللي بتحدد ذا كارنت انتنستي. قشطه؟ طيب لو طلب الكرنت انتنستي ده يا مستر عايز انهي حاجه؟ حبيب قلبي ده طلب الكونفنشن. يا راجل عرفت منين؟ بص يا صاحبي، الكرنت انتنستي دي فيها كلمه مخفيه قبليها، كانت مكتوبه فوق بس ما اداناش دايركشن. كان حبيب قلبي فيها كلمه الكتريك كارنت. يعني ايه يا مستر الكتريك؟ لا ما انا هقول لك لما تسمع الكلمه الثانيه هتفهمني. لو قال الكتريك كارنت يبقى الراجل بيكلمني حبيب قلبي انا عايز كونفنشنال. يعني ايه كونفنشنال؟ يعني من الاخر عايز امشي من البوزيتيف للنيجاتيف. قشطه؟ حلو. طب افرض الراجل من الذين ربنا يستر عليه، الراجل المهزأ الجميل ده طلب الكترون كارنت. ايه ده؟ في حاجه اسمها الكترون كارنت؟ ايوه الكترون، ما اسمها اصلا عندنا اسمها الكترون كارنت، كونفنشنال والكترون كارنت. فده معناه ان هو فرق، والله بص، الكتريك من الكترون. اوكي؟ فهي فرق اخر حرفين. فحبيب قلبي ده كده الراجل عايز بعد اذنك يمشي من النيجاتيف للبوزيتيف. فهنا قال كرنت انتنس. الكرنت الانتنس اللي عندنا في شابتر 1 يا صاحبي بتتكلم في ان هي ماشيه من البوزيتيف للنيجاتيف من الاخر، وهنفضل كده ربنا يكرمنا لحد شابتر 4. لما نيجي عند شابتر 5 هنبقى نعكس. دي اعلى حاجه في المنهج، والله ما هنسيبك الا لما تبقى شبهي. خلاص ولاد وبنات. فبكل بساطه خش عليه بوزيتيف ونيجاتيف، يبقى انا ماشي كونفنشنال. طب انت عايز تقول ايه؟ هل دي بقى اللي ماشيه ولا دي اللي ماشيه ولا الاثنين ماشيين؟ امشي معايا واحده واحده. ها، الاثنين ماشيين. طب بص بقى، الاثنين لازم تكون متاكد ان هم كونفنشنال. الله، طب انا اعرف منين ان هم كونفنشنال؟ اول حاجه تعال امسك الالكترون. هي الالكترون دي نيجاتيف، هل ينفع تكون ماشيه كونفنشنال؟ لا. يبقى اتجاه الكونفنشنال بتاعها دي الالكترون، دي الالكترون، اتجاهها لو هي ماشيه كده يبقى الكونفنشنال للكرنت. عشان عايز اقول لك والله العظيم ان ده كرنت وده كرنت، مش هما اتنين الكترونز او اتنين بارتكل او تشارج بارتكل ماشيين؟ يبقى بالتالي يبقى انا كهربتين ماشيين. هجيب بقى الكونفنشنال بتاع دي واجيب الكونفنشنال بتاع دي. حبيب قلب الالكترون ماشيه في الاتجاه ده برضو، دي الوسام جامده قوي. بقول لك ايه، فبالتالي لو انا قلت لك ان الالكترون كرنت ماشي في الاتجاه ده، يبقى نفس الالكترون لما وهي ماشيه كده بتعمل لي كونفنشنال في الاتجاه ده، فده اتجاه الكونفنشنال بتاعها. نقول تاني، الكترون يا جدعان اسمها نيجاتيف صح؟ بتروح اقسم بالله اهي للبوزيتيف. حلو. دي بقى كونفنشنال كارنت. مين قال ان انا عايز كونفنشنال كارنت؟ اهي انا عايز لدي ولدي الكونفنشنال بتاعهم. طب اقول لك اللي بعديها، البروتون اصلا مش هي اللي بتمشي في الدنيا، احنا ما قلناش ان البروتون بتمشي، بس هو بيقول لك بروتون ماشيه في الاتجاه ده، فبالتالي وهنشوف برضو الكونفنشنال الكهرباء بتاعتها ماشيه في انهي اتجاه. فدي فيها تريك ودي فيها تريك. يلا حبيب قلبي، دي نيجاتيف هتتشد للبوزيتيف، مش ده بقى من نيجاتيف للبوزيتيف، ده كونفنشنال لا. فيبقى انا همشي الاتجاه العكس. الله ينور عليكم. فيبقى انا من الاخر 6 في 10 ذا باور 18 دي اول حاجه الراجل كان بيشتغلني، فهي ماشيه العكس. لو انت عايز تمشي كونفنشن خش على اللي بعده. حبيب قلبي، طب البروتون، لو انا قلت لك ان في بروتون ماشيه في الاتجاه ده، طب ما انت عارف ان البروتون بوزيتيف للنيجاتيف. البروتون بوزيتيف واكيد يوم ما هتتشد للنيجاتيف. كمل معايا. هسالك بقى سؤال، البارتكل اهي اللي هي اسمها البروتون ماشيه من البوزيتيف للنيجاتيف، هل الكونفنشنال ماشي من البوزيتيف للنيجاتيف ولا لا؟ ماشي. يبقى انا اغير اتجاهها ولا لا؟ مش هغير، صح كده؟ لان انا بكل بساطه هو ده الاتجاه اللي انا عايزه. من الاخر انا عايز الاثنين يكونوا ماشيين من البوزيتيف للنيجاتيف، لان انا
اخترت ان انا همشي كونفنشنال، فبالتالي من البوزيتيف للنيجاتيف، ادي من البوزيتيف للنيجاتيف، مستوى ذكرويه. خلاص حبيب قلبي، فانا لقيت البروتون ماشي من البوزيتيف للنيجاتيف، يا باشا يبقى انت اتجاهك زي الفل. طب الالكترون ماشيه من النيجاتيف للبوزيتيف، لا بقول لك ايه، احنا عايزين كونفنشنال. عرفنا منين؟ ما هو الراجل كاتب كارنت انتنستي، يبقى انا ماشي من البوزيتيف للنيجاتيف، فبالتالي عكست اتجاه. يعني انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك من الاخر ان هو كان بيقول لك ان دي بالذات من ليفت لرايت دي اشتغاله، هي كده كده الكونفنشنال بتاعها ماشي العكس. باشا ما تيجي نهزر مع بعض. طب انا بقى عايز اقول لك ان الاثنين كده ماشيين مع بعض في نفس الاتجاه، يبقى انا اللي تشارج على بعضيها التوتال اللي ماشيه، اقدر اقول لك الكيو توتال اللي ماشيه. اول واحده ماشيه ب 6 في 10 ذا باور اهي، 6 في 10 ذا باور 18، زائد حبيب قلبي الثانيه 4 في 10 باور 18، فبالتالي الاثنين مع بعض اقدر اقول لك ان هي 10 في 10 باور كام يا معلم؟ 18. الحمد لله على السلامه. ادي اقسم بالله اللي تشارج بتاعتك. في حد عنده مشكله في الكلام ده؟ نو 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 نو. اوكي، ادي كده بالنسبه لنا الايه، لا اله الا الله، الايه، الكولوم، مفيش اي مشكله. طيب يلا يا باشا، انا برضه عايز الكهرباء، لا اله الا الله. طب كهربتي حلو جدا، ماشي. اقدر اقول لك ان الاي بتاعتي ايكوال ماشي كيو على تي. طب اقول لك ايه، الكيو بتاعتي اصلا، معلش كده احنا هنضطر نكتب هنا، انا اسف. يلا يا رجاله، ان الاي بتاعتي ايكوال الكيو على تي. حلوه قوي. طيب الكيو بتاعتي انا لسه جايبها 10 في 10 باور يا معلم التي. حلوه قوي. على التايم بتاعي، الراجل قال لك ان الكلام ده بيحصل كل مره في الحالتين، كان بيحصل في 1 سكند، افري سكند افري سكند. فالتايم بتاعك حبيب قلبي بالصلاه على النبي ب 1 سكند، لا اله الا الله. طلع الانسر شيفت سولف، الحمد لله على السلامه، هيطلع اي رقم غير دول، لا اله الا الله. طب انا اعمل ايه؟ انا بقى كان في اشتغاله بسيطه، ده تشارج. طب انا في حاجه ناقصاني؟ بقول لك ايه، ده تشارج. يعني ايه تشارج؟ يعني انا من الاخر ما ضربتش في عددهم، ما عملتش اي حاجه، ما عملتش اي حاجه. انا كل اللي جبته على فكره انت دول كده التشارج بتاعك اللي هو ان بتاعتك، الحمد لله على السلامه، الاثنين مع بعض التشارج بتاعتهم بالمنظر ده. كذا عدد من الالكترونز او عدد من البروتونز، دي مش وحدايه، دي مش وحدايه. الراجل قال لك 6 في 18 الكترونز ماشيه في الاتجاه ده، وحبيب قلبي البروتون 4 في 18. انت كل الكلام ده كنا بنتكلم على الان. بقول لك ايه، انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان احنا هنا لازم تتفك، عشان كده سبت لها مسافه. الان حبيب قلبي في الاي. انت عايز تقول لي ان دول عدد الاثنين اللي ماشيين كده في البوزيتيف؟ الحمد لله على السلامه. يعني انت كل ماشي 1.6 في 10 ذا باور حبيب قلبي 18، 90، سوري نيجاتيف 19. معلش نقلتها من هنا، صباح الفل، حافظ مش فاهم. هوبا اضرب ده في ده يا قمر، لا اله الا الله، يطلع لك 1.6 و 1.6. تعالى بقى قول لي بقى بذمتك، انا ككونفنشنال ال 1.6 بتاعتي ماشيه منين لمنين؟ والنبي عشان احنا خلاص قلبناهم كونفنشنال، ماشيه من الرايت تو ذا ليفت اهي، انا بتكلم على دول، فهي ماشيه من الرايت تو ذا ايه يا اخويا؟ تو ذا ليفت. الحمد لله على السلامه. مساله جامده جدا، يمكن اقوى مساله هي والجراف اللي تحت موجوده في الحته الاولانيه في كل الكتب. اوكي، الحمد لله على السلامه، بالشفاء. طب لو كان قال الكترون كارنت، يلا الكترون كارنت نفس المساله، نفس المساله، بس ساعتها هتبقى من ليفت تو رايت. اقول لك ليه؟ يلا. الالكترون لو هي سال على الالكترون كارنت، فالالكترون كارنت حبيب قلبي اتجاهها فعلا كده، ده كده تمام، هتسيبها. لكن البروتون اللي قال لك ان هي ماشيه كده، لا سوري معلش، هي هتمشي كده، لان انت ده الكونفنشنال بتاعها. طب هو لو طلب الكترون كارنت، الكترون كارنت ماشيه كده، والبروتون هتبقى ماشيه كده، لان هنا البوزيتيف وهي هتتشد ناحيه النيجاتيف في اتجاه العكس. لو ده الكونفنشنال بتاعها يبقى الكترون كارنت في الاتجاه ده، فيبقى الاجابه من ليفت تو رايت، ساعتها هتبقى دي. لو كان سال على الالكترون كارنت، صباح الفل. اوكي، انا عايز اقول لكم ان احنا قاعدين في التصوير هنا في ناس ادبي فهمت. اوكي، مش قصدي حاجه بستعبده. اوكي، فان شاء الله خير. يلا توكلنا على الله. نتكلم تاني. دلوقتي الراجل بيتكلم على التشارج عامه، ولا مديني دايركشن فانا لازم اعمل لها حساب؟ الراجل مديني دايركشن فانا لازم اعمل لها حساب. دايركشنات قدامك صريحه، كلام بقى لذيذ قوي. يلا يا باشا، which of the following shows the conventional direction current، مساله عاديه جدا.
والكترون كارنت، وهتجي لك في امتحان الشهر. اوكي انا بقول صريحه، بقول لك ايه اني واحده، ما هو انا ما اعرفش انا الاوبشن. بص بقى، لو هي طالعه من البطاريه تبقى كونفنشن، لو هي داخله جوه البطاريه تبقى الكترون. انا بطص صح؟ برافو عليك. احنا مصغرين البطاريه ومكبرين اللمبه عشان الطلبه بتقعد تركز. ايوه يبقى طالعه من اللمبه وخارجه من اللمبه. لمبه ايه يا ابو لمبه؟ الكهرباء بتطلع من اللمبه؟ اوكي يلا. فوالنبي بطاريتك المتينه صغيره ولا ملهاش لازمه، احنا مش بالحجم يا باشا، مش كومبو. اوكي يلا خش عليه. الكهرباء اي دي اكيد معناها اكيد كونفنشنال كارنت، ده اللي في المنهج. كونفنشنال كارنت البوزيتيف والنيجاتيف. الكترون اكيد معناها الكترون كارنت. مبدئيا من قبل ما نتكلم هما الاثنين لازم يكونوا عكس بعض. اوكي الاثنين لازم يكونوا عكس بعض، لان واحده بتطلع من البوزيتيف للنيجاتيف، واحده بتطلع من النيجاتيف للبوزيتيف. شطور. طيب مبدئيا برضو تاني عشان بس ايه، في ناس ايه شويه ناس عسليه، دي ودي عكس بعض ولا مع بعض؟ دول مع بعض. ايه دول مع بعض؟ اه والله يا ابني مع بعض يا ابني. ازاي يا مستر يا حبيب قلبي؟ بص عارف كراسي موسيقيه؟ ما احنا كده شمامين يعني مش طبيعي كده. اوكي فهي حبيب قلبي اخويا الكنتالوب بصوت حبيب قلبي، ده هم كانوا ماشيين مع بعض، فدي كده مش تنفع. ايه يا مستر دي اول اختيار ليه؟ معلش يا حبيبي بص يعني، طب معلش ماشي، دول كده ماشيين مع بعض يا راجل. ايوه ايد اليمين فين وايد، ايوه هي نفس القصه. قشطه. دول بقى ماشيين كده دول هيبوسوا بعض، دول كده ايوه دول كده عكس بعض. اسهل بقى طريقه نطلع البطاريه اللي طالعه من البوزيتيف ونقول ان هي الاي، فبالتالي دي كده ماشيه كده. ايه ده تصدق سبحان الله، انا عارف ان اللي بيطلع من البوزيتيف اسمه اي، فهل بقى ماشيه مع الاي؟ اه فعلا ماشيه مع الاي. طب والالكترون طالعه من النيجاتيف؟ اه يا حبيب قلبي طالعه من النيجاتيف، فالاجابه اهي. اكيد الكهرباء طالعه كده مش هتقابل الكهرباء في وشها، ده كده عكس اسهم فاكيد مش صح. واللي بيطلع من البوزيتيف هو الاي مش الالكترون كارنت، الاي اللي هو الكونفنشنال كارنت. انا واثق فيكم، انا واثق فيكم تمام، انا واثق ان انت فاهم. خش عليه. ماشي. ذا اوبجكت جراف ريبريزنت مش عارف هاو دي من اقوى المسائل برضو اللي موجوده في الجميل، ودي حلوه قوي انا بحبها. بص بقى يا صاحبي، القصه كالاتي، انت دلوقتي معاك جراف حلو، سرعه كوندكتور فيرسز ذا تايم، حلو، الاي والتايم ذا الكتريك تشارج يا جدعان، ذات باس دي يا معلم كروس سكشن مش عارف ايه كوندكتور ديورنج ريبريزنتد مش عارف تايم انترفال 10 سكند. مش مشكله انا ما بقراش مسائل عشان بس نكون تمام. ماشي 4 2 4 10 ماشي حلو قوي. دول ايه دول بقى؟ يعني انا اعمل ايه بقى دلوقتي مستر الجراف ده؟ اعمل ايه؟ مبدئيا اي جراف في الدنيا، اي جراف في الدنيا 99% اكتبها لك 99% سلوب. قشطه ما عدا ده انت لا اله الا الله. تمام مالكش دعوه، هقول لك هنعمل ايه. قشطه 99% من الجرافات سلوب مبدئيا. او انت بعد كده عشان تفهم اللي قدام، عشان تكون مترجم ازاي احل اي جراف، احنا عندنا في شابتر 3 كميه من ده في الجمله اللي هو العبيطه جدا. انت بس حط اساسيات في دماغك، وحكايه الفيزياء والله العظيم هتبقى سهله. بقول لك ايه يا قمر، ده جراف اصلا ولا جرافين؟ ايه ده هو ده جرافين؟ ايوه يا باشا. بقول لك ايه، هو ده لو احنا بنتكلم بقى كسلوب اصلا، انت لو جاهل فاهم، لو ده هل ده ميله الاسلوب يعني ميلان، هل ده ميله زي ميلان ده؟ ما صباح الفل يعني فاهمني. فده كده تو جرافس، فبالتالي انا بقسم مسالتين يا صاحبي، مسالتين. طيب الراجل طلباته ايه؟ حلو قوي، الراجل طلباته صريحه الالكتريك تشارج، الراجل طالب الكولوم، فهي باينه ان هي الراجل عايز الكيو. طب انا هشد بلاستر كده هقدر اقول لك ان هي ايه الكيو. هرجع لك والله العظيم لل1% هكتبها لك هنا كده عشان ايه؟ اقول لك بعدين عليها، بس دي قليل قوي مش هنتعامل بيها قوي طول السنه يعني قوي، بس انا هقول لك برضه عليها. قشطه. انا هي طريقتين من الاخر، طريقه قويه وطريقه سهله جدا. قشطه ماشي. اول حاجه، طب انا عايز اجيب الكيو، الراجل هو دي طلباته، انا كده حددت ريكوايرد، وزي ما احنا نتعلم قشطه في الحصص ازاي اصلا اتعامل، بس انا اول حاجه ريكوايرد. تاني حاجه الرول مش الجيفن، فكك من الجيفن. الرول ايه يا معلم؟ والله يا ابني انا عارف ان الاي ايكوال كيو على تي، فالكيو بالتالي هشيلها عشان بس المسافه. اوكي فبالتالي الكيو ايكوال ديبارتمنت الايه؟ الاي تي، زي ما اتفقنا في اي شركه بتاعت الايه؟ السي اس، كمبيوتر ساينس. قشطه اي تي. حلو. طيب مبدئيا انا بقى عندي حته واحده للجراف ولا حتتين؟ حتتين. يعني انت عايز تقول ان انا هجيب الكيو بتاع ده
والكيو بتاع ده ايوه حلو. طيب يا مستر، يبقى انا يا مستر هعمل الكيو 1 ايكوال الاي 1 في التايم بتاع ايه يا مستر؟ بتاع 1. ماشي حلو. وبعد كده ربنا يكرمني ان شاء الله هروح يا مستر هجيب الكيو 2 ايكوال الاي 2 في التايم 2 اي تي واي تي. بس انا هجيب اقسم بالله بتاع الجراف ده الاول، وده بالنسبه لي يا عم 1، والحته دي هعملها لك بقى بالازرق عشان نقدر نفرق كل حاجه هنا بالازرق قشطه، والحته دي بتاعت 2 قشطه. تعالى نجيب بقى ايه نمبر 1. حلو. نمبر 1 سيبه لي شويه، خلينا في نمبر 2. اوكي يلا. طيب الكيو بتاعتي اهي، ده اللي انا عايزه في الحته الاولانيه. طبعا بعد ما اخلص ازاي اجيب الكيو اللي هو عايزها؟ ده الحته دي الجراف ده ولا الجراف ده ولا الجرافين؟ الجرافين. فانا في الاخر عشان اجيب الكيو توتال اللي هو اصلا اللي هو عايزها يا دوب بس هعمل كيو 1 بلس طبعا ايه؟ بلس كيو 2 عشان بس نكون على ايه؟ على وضوح. انا رايح دلوقتي اجيب كيو 2، هات لي يا ابني الحته دي. حلو. الجراف ده بقى بيتجاب ازاي؟ يا عم سهل، انت عايز اي وتي عوض يا بابا. او الاي بتاعتي اهو، الجراف ده اهو، الاي بتاعتي بكام يا حبيب قلبي؟ برافو عليك، والله براوه باشمهندس عزت، الله ينور عليك. التايم بقى في طلبه بالصلاه على النبي يعني اطيب من بكار، اوكي؟ فبتتعامل مع التايم 4 و10 14. واحد بدأ من 4 ثواني وانتهى في ال10 ثواني. يبقى انا بكل بساطه عمل كام ثانيه؟ هو ها ايوه الناس ترجمت بسم الله ما شاء الله حبيب قلبي 6 سكند. جبنا منين ال 6؟ انا عارف صعبه. 10 ماينس 4. ايه ده؟ بتعملوها ازاي؟ كاري 10 ان يور هاند وشيل 4. اوكي سبحان الله هيطلعوا 6، لان انا كان معايا اصلا اوريدي 4. تخيل يا جدعان، انت بادئ بعد 4 خطوات وصلت ل 10 خطوات، يبقى انا عملت 6 خطوات ما شاء الله عليا. خلاص 2 تايمز 6 شفت صلب بس يا عم 12 كولوم. ده كده بالصلاه على النبي عليها 12. دي اول واحده. حلو. الثانيه بقى يا مستر او الاولانيه بقى يا مستر، خلاص كده خلصنا ايه؟ حته احنا كده خلصنا دي ضبه ومفتاح. الحته دي كده خلصنا. هات لي بقى اللي دي. تمام. بص بقى يا صاحبي، احنا عندنا الكهرباء بتاعتنا اسمها ستيدي كارنت. يعني ايه ستيدي كارنت؟ يعني كهرباء الفلو بتاعها ثابت. فهي لو هنا دي ثابت اهي ثابته اهي، ثابته والله ثابته. خلاص يا باشا خد الرقم رقم 2 اللي احنا اتفقنا عليه وقوم حاطينها الاي وهوبا اللانش خلصنا. طب بذمتك بقى هنا الكهرباء بتاعتي في الكيرف الاولاني، هل الكهرباء ثابته ولا بتقل؟ في الحته الاولانيه اللي هي بالاحمر خلاص بتقل. لا اله الا الله. ايه ده؟ يعني كهرباء مش ثابته؟ ايوه برافو عليك، ما ينفعش حتى في القانون ده. طب هنعمل ايه؟ اسهل من التفاهه. هي اسهل من التفاهه يا معلم. الكهرباء بتاعتي هنا، انا هنا دي على الواي اكسس، هنا تايم بجيب التايم بحطه، لكن هنا ده واي اكسس بجيب الاي. هي الكهرباء بتاعتي بدات من 4 وانتهت عند ال 2. اذا انت بتكلمني ايوه اهي والله الحته دي، مش بتكلم بقى لما نزل ماليش دعوه، انا بتكلم الحته دي والله بدات من عند ال 4 وانتهت عند ال 2، يعني ولا عاليه قوي ولا قليله قوي. طب بذمتك الافرج بتاع الاربعه والاثنين كام؟ 3. ايه؟ ايوه يا عم بابا ادالك مصروف ب 4 جنيه وادالك مصروف تاني يوم ب 2 جنيه، فانت الافرج اليومين خدت كام؟ 3 جنيه كل يوم. ازاي عملتها؟ تعال نجيب الافرج. صعبه جدا بس ثالثه ابتدائي. بقول لك ايه، الافرج يا حبيب قلبي بتحط الرقم زائد الرقم على عددهم. دول كام رقم؟ 2 حبيب قلبي، حط على 2 يعني. ماشي تعال نجرب. انا والله بدات من 4 ورحت عند ال 2. 4 بلس 2 ايكوال 6 ديفايدد ال 2. بشوف والله بشوف ده طلبتي 3 امبير. خش عليه هوبا. يعني انا يا مستر الجراف اللي نازل كده ده، معلش يا مستر يعني اهو وصل من 4 وكمل لحد 2، يعادل يا مستر جراف ما بين البنين كده ما بينهم ويتحط هنا كده مستر 3. ايوه هم ايكوال، هم ايكوال يا بيبي بيبي، هم ايكوال. اوكي فصباح الفل. فانا بالنسبه لي بتعامل انا المفروض مع مين؟ مع اللي نازله ولا الستيدي فلو؟ برافو عليك الله ينور عليك. فستيدي فلو. يبقى انا بالنسبه لي الاربعه والاثنين دول بالنسبه لي حبيب قلبي ب3. طب يا مستر افرض 3 4 ارقام اعمل ايه؟ حبيب قلبي والله مثلا تخيل نجيب الافرج. معايا مثلا رقم اسمه 6 ومعايا 4 ومعايا 2. افرج عبيطه جدا حبيب قلبي، زيو وزيو وزيو وزيو. قول لي اقسم على كام؟ ما انا مش هقسم على 2 لان هم مش رقمين، وهقسم على 3.
انت عارف ان الافرج ما بين الستة والاربعة والاثنين كام؟ 4 اكيد، اللي في النص ما بينهم. تعالى اقسم كده على 3 ان هم 3 ارقام، هيطلع 4 اللي هو المتوسط بتاعهم. 6 زائد 4 ب 10 بلس 2 12. يبقى انا 12 اوفر 3 اللي هي سبحان الله الفور. خلاص. فبصوا بقى كلام عبيط قوي. ثابته هتاخد الرقم وانت ساكت، نازله او طالعه مش فارقه معايا، انا عايز الافرج، مش هجيب لك كيرف فكك، هتنزل ستريت. ما شفتهاش، ما دام ما شفتهاش يبقى مش جايه. حبيب قلبي 4 و2. فبالتالي باشا ان شاء الله بقى في الانتجريشن في ثالثه في الماس عندك لو كيرف. المهم حاجه نازله يبقى 4 و2 بجيب الافرج عادي جدا، متوسط اصلا. فالموضوع عبيط جدا. قشطه حلو قوي. فبالتالي الكرنت بتاعي ب3. طيب هي مشيت من كام لكام؟ على فكره يا مستر الجراف ده ماشي من الزيرو لل4. مشي من الزيرو لل4. 4 ماينس 0 اكيد بحط الكبير الاول، يبقى هي مشيت 4 ثواني. يبقى الكلام ده كمان يا مستر ايكوال 12 كولوم. قشطه. ادي يا مستر Q1. يا حلاوه يا اولاد. تخيل بقى بالصلاه على النبي، دي طلعت 12، والناحيه الثانيه كيرف 2 طلع 12. 12 و12 كاري 12 ان يور هاند مع صوابع رجلك، وكاري 12 مع اصحابك الباقيين، هيطلع 24 صباع. فالانسر بتاعتي توتال 24 كولوم. شرحتها باستفاضه بغباوه. تعال بقى نروح للايه؟ لل1%. بصوا بقى الاسلوب لو انت عارف فهو y على x. y على x ده اللي هو الحرف ده، لو مش عايز تبص على الحته دي مش عايزها اصلا طول السنه، دي زياده i و t. حلو. طيب يعني انا من الاخر المفروض لو انا بفهم اسلوب ب 3 جنيه بثالثه ابتدائي i على t. طيب حلو قوي. انت عمرك شفت قانون اسمه i على t؟ لا، الثانيه q على t. حلو. طب انا عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان الكيو اصلا ايكوال اي تايمز تي. لا اله الا الله. طب انا عايز اقول لك ان الاي بتاعتي هي الواي اكسس اهي، والتي بتاعتي اكس اكسس. يعني انا هنا عملت ديفايدد، هي دي اهم تاتش. عملت ديفايدد ولا عملت تايمز؟ هو اصلا ده مش هينفعنا، فاللي هو طلبه ما جاش بالديفايدد، جيب التايمز. فبتتجاب ازاي؟ هي جمله واحده، مش سلوب بقى 99% سلوب، بتجاب بجمله واحده، اريا اندر كيرف، يا اما انتجريشن بقى ان شاء الله مش بتاعتنا، بس احنا بنجيب اريا اندر ذا كيرف. يعني من الاخر لو هو اللي طلبه جاي واي تايمز اكس هي اريا اندر ذا كيرف. المنهج كله بقى ثانيه اولى ثالثه جامعه حبيب قلبي هتلاقي الواي والاكس بالديفايدد، فده بيجيب اسلوبه، ده تعبان قوي. يا دوب بس بتجيب دي تك تك وتعمل ارقام عبيطه، دي سهله واحنا متعودين عليها واي حد بيعرف يعملها وهنعملها، بس دي اقوى حته. انا بقى مش عايزها، انا جبت لك بطريقه ثانيه اسهل. اوكي. يعني ايه بقى اريا اندر ذا كيرف؟ هتروح تجيب لي الاريا بتاعت دي كلها، عايز تجيبها كلها مع بعضيها 10 في 2 يعني بكام؟ 20. وتجيب بتاعت المثلث هاف البيس في الهايت، فهتعمل 10 بلس يطلع برضو 24 كولوم. ده او ده اريا اندر ذا كيرف. عايز تجيب الاريا دي والاريا دي والمثلث عادي برضو يطلع برضو ب 24 باي شكل كان. اوكي. خش على اللي بعده. ماشي. بص بقى كالعاده نبدا من الاول عشان مسائل الاول عبيطه، فمش ماشيه بسيستم معين. بالذات شابتر 1 اصلا كله هو مش صعب، بس هو رخامته ان سيركتس ومش عارف ايه، فافكار غريبه شويه ملهاش سيستم معين في الفيزيكس. من بعد شابتر 2 المنهج اقوى بس ليه سيستم، فالموضوع بيبقى لذ واحنا بنعمل مراجعات كتير قوي فيه، فبنبقى اشطر، وهو ده اللي بيبقى اصلا ازمه الناس كلها. فاحنا هنا اللي هيتدرب كويس هتلاقي الدنيا ان شاء الله لذيذه، هو تدريب معين، حاجات معينه، اشكال معينه، سيستم معينه، الدنيا بتبقى تمام. فدي من الحاجات الاساسيه اللي في الفيزيكس عادي جدا. ريكوايرد، احنا بنبدا ريكوايرد، فالريكوايرد بتاعنا ريشيو. الله، ريشيو. طب سبحان الله، ده ريكوايرد ريشيو، يبقى انا هروح اعمل ايه في المساله؟ تو ايكويشن معروف، انا بهزر. اكيد ريشيو، اكيد ريشيو، اكيد ريشيو، اكيد هو طالب ريشيو. مين دول اصلا؟ انا ما قريتش مساله. ماشي.
the numbers between او between the numbers of electrons that pass certain يا معلم cross section area in each conductor during the same time interval. لو انت خدت بالك بدل احنا نروح ريشيو فهو مثبت التايم ده بسم الله الرحمن الرحيم سيم تايم، يبقى انا من الاخر عايز ريشيو. الريشيو بقى مش بروح اجيب ده، انا بروح اكتب القانون واشوف ده فين في القانون، مش اللي هو بقى بطلع قوانين من عندي انا بخترع. يعني تعال نجرب، ما تيجي نشوف. تو ميتاليك وايرز اي وبي عنده كرنت اي و2 اي ريسبكتيفلي بالترتيب، وده واير اي وبي، وهو راجل طالب الريشيو مش طالب اي حاجه ثانيه. في طالب مثلا ماشي الاي اهي عادي جدا ايكوال كيو على مين يا رجاله؟ على تي. الراجل طالب نمبر اوف الكترون صريحه. حلو. فلو هي نمبر اوف الكترون فبالتالي دي الان اللي هي الان دي مش مشكله انا هكتبها ان سمول عشان احنا متعودين عليها في الاي على التايم. اوكي. وادي يا عمي اقسم بالله الايه؟ الاي. هتبدا تعمل الريشيو العادي هتلاقي الموضوع سهل جدا، بس في طلبه بقى هو بقى ايه؟ انا عايز ان ايه على ان بي. الله ان فالواد مثلا يقوم كاتب ايه؟ قانون بقى الان ايكوال الكيو على تي. ممكن نبقى نفك الكيو نحط هنا تايمز اي بس الان جت مكانها ففي اي انه دينا الجديد. انت فاهم؟ بتقعد البقدونس كده فاهمني؟ فحضرتك ده مش تعليم. اوكي؟ حضرتك بتكتب القانون طبيعي. في ناس على فكره عارف ان في ناس شاطره، بس في ناس فعلا ما شافتش ومفيش مشكله، والله ما عنديش مشكله، بس يعني ما بقاش مستهتر وما ذاكرتش وهفضل احنا علمي فانتوا اكبر من. تمام ماشي. يلا يا باشا خش يا باشا خش، هتجيبك انت ونصيبك. ريشيو. انا عايز اعمل ريشيو. طيب بالتالي انا هعمل ريشيو لكله عشان نقدر نمشي. انا هعمل ريشيو هنا بس عشان تبقى طويله. اي اي على اي بي. اشمعنى عملت كده؟ بمزاجي عادي، اعمل اللي انت عايزه، خصوصا ان هو مش طالب يعني ان ايه دي ما اعرفش هتطلع ولا لا، بس المهم يلا نعوض. طيب اول حاجه الاي والان دايركت مع بعض، عرفنا منين؟ الاثنين فوق، فبالتالي يمشوا بالترتيب. ادي ان هكتبها كابيتال بقى عشان هو كاتبها هنا كابيتال وهنا سمول، المفروض عندنا في المنهج سمول بس هم كتبوها كابيتال، انا مالي؟ فان ايه على ان بي. اوكي دول كده حبيب قلبي دايركت. خلصنا كده الاي مع الان. طب الاي والاي حلو، اقدر اقول لك ان هي اي برضه دايركت، اي اي على اي بي، ان هم دايركت. ايه ده هنا تايمز؟ اكيد مش هقعد اعمل ايكوال في ايكوال في ايكوال في ايكوال، اكيد. ليه مش هعمل ايكوال في ايكوال؟ هي ايكوال واحده، انت بقى بتولد ليه؟ كمان لو عملت كذا ايكوال، تعالى اوريك لو عملنا ايكوال كده. حضرتك لو راجل ابدا اعمل لي كروس مالتيبليكيشن، هتعمل فروت نينجا. صح 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 صح. فبالتالي هو كله تايمز اصلا، دول تايمز اصلا، ما هي تايمز اهي قدامك. والتي الاي بقى والتي مع بعض ولا عكس بعض؟ عكس بعض. حضرتك لو عايز تكتبها عشان احنا كده كده ناخد الدرس ده في اللي بعديه ديفايدد، او يعني زمانك انت ايه عشت معاه، ادي ديفايدد تي. طيب هنكتب برضو اهي ديفايدد تي ايه على تي بي. بس احنا خدنا في ثالثه ابتدائي لو خلينا الديفايدد دي تايمز هاخد اللي بعديهم اقلبهم. فبالتالي احنا اهو ادي تايمز، بدل تي ايه على تي بي هتبقى تي بي على تي ايه. من الاخر من الاخر دول قصاد بعض حبيب قلبي. اي بي اي بي اي بي اللي عكسهم، بدل ما تعمل ديفايدد على طول قمنا عكسينها، عملنا تايمز قمنا عكسينها بس عشان هي انفرس، عملناها في الايه؟ في التأسيسية. خش على اللي بعده. الراجل قال ايه وما قالش ايه، يلا نعوض نعوض والله نعوض. حبيب قلبي اي اي واي بي، اول واحده اسمها اي اهو، اول واحده اسمها اي، الثانيه اسمها 2 اي وبالترتيب، لان بص 1 على 2 مستنياك وال2 عكسها مستنياك. ماشي تايمز او سوري ايكوال، انا اسف. ماشي ادي ايكوال، انا كده خلصت الاي والاي. طيب ان اي وان بي ما اعتقدش ان انت هتعوض بيهم. ليه؟ عشان ريكوايرد. سبحانه سبحانه. خش هتجيبك اي والاي دول اصلا ارقام كونستنت. التايم الراجل لازم يقول لك انا مثبت مين. يبقى هنا حبيب قلبي تايمز 1 مش فارقه طبعا تايمز 1. اوكي هوبا في بيسيو وبيسيو هنا زيرو زيرو. الفكره يا عيني خلاص احنا كده طلعنا الانسر ان ايه على ان بي. ابوس ايدك. فالطالب شاف ال2 فرح، انا اول مره رقم يطلع معايا، هي دي 2 ولا 1 على 2؟ وبقول لك ال2 مستنياك، وده اخر السنه زي السلام عليكم يعني موجود كتير جدا. 1 على 2 2 على 1 ويقعد يبهدلك، و2 على 2 حاجات غريبه اللي هو بقى بيقرب لك كل حاجه. فاحنا اكبر من المخدرات خلاص. فلو سمحت ادي ان ايه على ان بي، يا رب تنجح يا رب. خلاص الاهتمام ما بيطلبش والاستهتار يعني اقعد في بيتكم. يلا خش على اللي بعده. مستر محمد رمضان جه معانا
يلا يا رجاله بوتنشال ديفرنس. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. برافو عليك علم الرياضه بدا يقول. خلاص اكيد هم اللي تعبانين. in which following يا معلم cases the arrow represent مش عارف ايه the electric current اوكي through a resistor between نقطه A ونقطه B. طيب انا عايز اعرف الكهرباء ماشيه في انهي اتجاه هو الصح. اوكي طيب كده كده انت كالكتريك كارنت خلاص بقى فكك من الالكترون ده ننساه، اترمى وهيترمي شويه انساه خالص كاننا ما قلناش. يعني دي الكتريك ولا يا باشا امشي لي من الهاير بوتنشال لللور بوتنشال ما فيهاش اي تاتش، من الهاير بوتنشال لللور بوتنشال هدي اللعب. طيب مبدئيا اللي انا عارفه ان انا ممكن امشي من بوزيتيف 10 للبوزيتيف 2. طب ما دي صح على فكره صح. ازاي يا مستر صح؟ ما هي الكهرباء هو بيقول لك ان دي كانها الاي، فانا كان الكهرباء هتمشي من بوزيتيف 10 ل 2 من الكبيره للصغيره، فدي اجابه صح. تعال نشوف كده بقى من بوزيتيف 5 لبوزيتيف 5 هل اصلا في كهرباء تمشي؟ مين اعلى بوزيتيف 5 ولا ال5؟ هاجي على الضعيف. فين الضعيف؟ مفيش ضعيف، فبالتالي دي مش هتيجي. اوكي من 0 لبوزيتيف 2 مش هينفع. تخيل يعني 1 0 هيجي على الناس معاها فلوس مش هينفع. من بوزيتيف 5 لبوزيتيف 7 انا ماشي مع الكهرباء. هل ده صح ولا غلط؟ لا غلط، لان انا ما ينفعش كهرباء تمشي من الفولتج القليل للفولتج الايه العالي. خش يا باشا. which of these units equivalent to the volt. طيب الفولت عندها كذا واحده نقدر نعيش. اول قانون سهل جدا بالنسبه لنا الفي ايكوال وك وك، وعندي قانون تاني الفي ايكوال ار واعترف. حضرتك بقى الراجل يشكل زي ما يشكل، عايز ده انا معاك، عايز ده انا معاك، خش عليه. يلا يا باشا. الورك طبعا انت عارف ان هو بالجول. الكيو الراجل ممكن يقعد يفتي ويفك عادي، بس الكيو بالكولوم. اوكي وانت عارف ان هي جول على كولوم، ودي اتعلمناها اصلا واحنا شغالين. طيب هنا يا حبيب قلبي الاي بتاعتك انت عارف ان هي بالامبير عم امبر، والار بتاعتك حبيب قلبي بالاوم. امبير دوت اوم ده لو هو سال، والحمد لله امبير على سكند وهري كتير فصباح الفل. اوكي خش على اللي بعده. if the work done to transfer خلاص 3 كولومز كلام عادي جدا 60 جول. انا عايز البوتنشال ديفرنس بعد اذن حضرتك. طلباتك الراجل طالب الفولت، طبعا انا بختار ورك على كيو او الفي ايكوال اي في الار على حسب سبحانه الجيفن. اوكي انا عرفت الريكوايرد، هو الراجل عايز الفي. بعد كده انا قانون انهي قانون؟ في قوانين كتيره وفي لسه فولتات كتيره. انا ده شابتر ما بيتكلمش 6 حصص الا على الاي ام اف الفولت، فبالتالي انا لازم اعرف انا فين. فالقانون الصح بتاعي فين؟ اعرف من الجيفن يا بابا. لو قال لي مش عارف الحاجه اللي تدل هتدل وهتبقى باينه وهتبقى واضحه هتبقى سهله. فكل حاجه بتدل. فالفولت اهو صريحه، الراجل اتكلم جول وكولوم اهي عرفنا من كولوم اهي. فحبيب قلبي يبقى انا كلامي ورك على الكيو. في طلبه بقى يا بص بقى اللي هو ايه شمام، يعني انا اسف على الجمله كانتالوب. اوكي هتعود. فالمهم يا معلم اي في ار. يا مستر الفيزياء صعبه، بدور على الاي في الار مش لاقيها. ما هو انت مكانك مش هنا، انت مكانك فوق عند ربنا، اتكل على الله. هندسه السلوم مش هنا حبيب قلبي. اي في ار ايه اللي جابها؟ لما يبقى في امبير واوم انا معاك، لكن هنا حبيب قلبي ورك وكيو. فهمتوا اللعبه؟ انا دماغي فايقه، انا راجل علمي عايز اجيب مجموع بني ادم. يلا وورك خش عليه 60 وادي الجول. الكولوم 3 وادي الكولوم 60 على 3 20 سبحان الله جول على كولوم ده اللي هو الفولت. خش عليه 20 باشا. الورك دان. خش على بعده. ورك دان تو ترانسفير ان الكتريك تشارج فور كولوم ومش عارف تو الكتريك سيركت 20 جول برضه نفس الكلام بس انتوا تحب الاوروبيين. الفولت حبيب قلبي ايكوال الورك على كيو. انا اول ما جيت عند الورك وبتاع قمت جايب لك وجبه بعضلات حلوه قشطه. اوكي وشد بلاستر. الورك بتاعك يا بيبي يا بيبي ب 20 جول. اوكي الكولوم بتاع حضرتك ب 4 كولوم قشطه. 20 اوفر 4 اقدر اقول لك ان هي 5 فولت. خش على اللي بعده. فايند ذا ابلايد بوتنشال ديفرنس. يبقى الراجل طلب بوتنشال ديفرنس، الراجل طلب الفي. خلاص بص دماغي بقت تجمع على طول. الورك دان تو ترانسفير مش عارف 2 كولومز ايكوال 30 جول. طب مين فيهم كذا وكذا؟ اليونتس بتحدد لك كل حاجه في الحياه، هي اللي بتقول لك كل حاجه. طب بقول لك ايه؟ الفولت ايكوال الورك على الكيو. الطلبه هتعمل في طالب يعني واد عزت كده لسه صغنطوط تمام يقول لك الورك دان ب 2 كولوم. طب الورك ايه اللي بكولوم؟
فبيقول لك الورك دان تو ترانسفير 2 كولوم اللي هم من الاخر لو يقدروا يحركوا 2 كولوم كيو، يبقى الورك ده 30 جول. ال 30 جول دي عايده على مين؟ ها معروف، على قديمه. على مين يا عم الحاج؟ على الورك. لازم اقول شكرا عشان انجز. فبكل بساطه عايده على الباشا ده حبيب قلبي. اقدر اقول لك ادي 30 جول على 2 كولوم. 30 على 2 يطلع لك 15 حبيب قلبي الفولت المتينه. الاجابه سي. خش عليه. يلا اومز لو، توكلنا على الله. يلا بينا باشا. كلام عادي في الاول وكلام سكومونوس خالص والدنيا لذيذه. ستيت اومز لو ورايت داون ماثيماتيكال ايه فورمولا. ماشي حلو انا عارفه. طب بيقول لك اومز لو وعنده اوبشن جميل ان الفي دايركت مع الاي لما الار تبقى كونستنت اللي هي كونستنت تمبريتشر. حلو. كرنت انتنسيتي ان كوندكتور دايركت بروبورشنال. لا اله الا الله. كرنت انتنسيتي ماشي مع البوتنشال. حلو. اند الاي بتوين ذا تيرم اند الاي ايكوال في على ار. انا معاك بس تعالى نكمل قرايه. ماشي. ذا كرنت انتنسيتي از انفيرس بروبورشنال مع البوتنشال، فدي مش تبعنا كده كده. الباشا دي غلط. ادي بي غلط. قشطه. حلو ماشي نكمل. ذا كرنت انتنسيتي ان ا كوندكتور از دايركت بروبورشنال مع البوتنشال اكروس يا معلم اتس تيرمينال ات كونستنت. بص عشان كده قلت لك استنى. ات كونستنت تمبريتشر. مين الاصح؟ ان انا هم دايركت واعيش حياتك في الار، ولا اثبت التمبريتشر واثبت الار؟ اثبت التمبريتشر واثبت الار. انا عايز اقول لك ان دي صح بس اكيد مش 100%، لان هي تعتبر بس ما كملش الجمله. فانا لازم اكون مذاكر ديفاينات او اكون مذاكر كيس كونديشنز زي ما وريتك في البرزنتيشن. فبالتالي الاجابه الله يرحمها سي. خش عليه. خش عليه. ماشي. يوزنج الايكويشن بتاعت حضرتك الاي ايكوال في على الار. حلو عارفينها. جبناها منين؟ الفي حبيب قلبي ايكوال اي في الار. الراجل ساب كل حاجه بعيد عنك وقام مسك حبيب قلبي مين؟ الاي اجيبها لوحديها. طب اللي انت عايزها خبيها ومرمط اللي جنبيها. حلو. يبقى الاي ايكوال في على الار. هي دي جنب اللي انا عايزه بيتمرمط. جنب اللي انا عايزه خبيها ومرمط اللي جنبيها في على ار. ماشي. ديسكرايب تو ويز. حلو انا عايز طريقتين. طب والله هي سهله اصلا، لان الاي اصلا ممكن دي ودي. انكريز الايه؟ السيركت كارنت. ما انا ما عنديش الا طريقتين اصلا يا في ار. الجمال والحلاوه دي. وقال لك استخدم الايكويشن ده. طب تمام. طب بس انا يا مستر لو انا عايز اتكلم ما بين الاي والفي لازم تبقى الار ايه؟ كونستنت. ده الطبيعي اللي هو اصلا اومز له صريحه. طب افرض انا عايز اتكلم ما بين الاي والار لازم الفي تبقى كونستنت. مستر بس ده مش اومز له. حبيب قلبي انت هيطلع لك كيسز ياما، فما تدشفش لما يقول بقى اومز له وانا عايز حاجه. بس هو طالب اصلا الاي بتزيد وبتقل تبع اني حاجه وعايز تو كيسز من دول. طب انا اعمل ايه؟ والله يا مستر بس هو قال لك ايكويشن وقال ماليش دعوه. انا ليا دعوه حبيب قلبي. انت لسه ما تعرفش اللي هيحصل. فبالتالي هنعرف ان بعد الحصه ان شاء الله اللي احنا فيها الثانيه، الحصه الثانيه عامه اي مهزأه بتتاثر بكله. فهو ما بيتكلمش اصلا على الفي والاي وهكذا. طب كلام عبيط جدا. الراجل عايز يزود الاي. بالراحه بقى كده. الاي انا كده بالمنظر ده عرفت ان هي بروبورشنال مع الفي، وعرفت ان الاي على فكره انفرس مع الار. علامه البروبورشنال دي مش معناها دايركت او انفرس. يعني مش معنى ان انت كتبت بروبورشنال ان هي دايركت مش بتشوف بروبورشنال. لا يا حبيب قلبي، دي علامه ان في حاجه اسمها علاقه. هم فوق بعض يعني قدام بعض سوري كده مفيش 1 اوفر وبتاع ده كده دايركت. لما يكون 1 اوفر ده كده الانفرس يعني كده الار انفرس. اوكي حلو قوي. فبالتالي يا باشا الاي والفي دايركت. هو بقى عايز يزود دي وبرده ايه؟ قال لك طلع لي تو كيس عشان تزود دي فهم دايركت. يبقى انا ازود الفي عشان ازود دي. اكيد الرخامه تقل عشان الكهرباء تمشي. اكيد رخامه الوايرز والسلوك تقل عشان الكهرباء تمشي. يبقى الفي هتنكريز والار هتديكريز. بقول لك ايه هوبا اللانش. والار هتديكريز. خلصانه بالشياكه. خلصانه يا عمو. خش على اللي بعده. رايز ايكوفالنت يونت لكل واحده منهم كلهم على سكند. يلا نعوض. خش هتجيبك. يلا رجاله كلهم على سكند. طب تمام. الاي على فكره او تعالى نكتب اللي هو كاتبه. قلت لكم لو هو كتب كلهم على سكند الطريقه البسيطه ان انت تحولها للحروف الفيزيكال كوانتي. هو كاتب يونت. فيزيكال كوانتي دي اسمهم فيزيكال كوانتي. كيو على ايه يا رجاله؟ على تي. طيب كيو على تي ده حبيب قلبي اللي هي بعون الله الاي. اوكي. فبالتالي اقدر اقول لك ان هي اول واحده عمو انبر.
جول على كولوم سهله مش مستاهله. طيب ادي جول على كولوم، اسهل حاجه حولها للفيزيكال كوانت بدل ما هي يونت، فبالتالي اقدر اقول لك ان هي ورك على كيو. ادي ورك على كيو. طب وك ده اللي هو قانون مين يا حبيب قلبي؟ الفولتج. قشطه. فاليونت بتاعتها الفولت. ماشي. تعالى بقى نهزر كده سنه. دي حضرتك بقى اللي ايه مجننه الطلبه، انا ما اعرفش هي مجننه الطلبه ازاي، بس انا معاك. اتفضل يا عم الحاج. يلا الموضوع ايه؟ صعب جدا. نعمل واحده واحده. هي موقفه لك اللعبه، بس في طلبه ايه يا مستر الموضوع سهل، وفي طلبه ايه ما فاهم، هزها تجيب رزقها سكه ودغري. جول خلاص سلاش دي يبقى ديفايدد، اللي جاي من بعديهم ما حدش طلع لي الكولوم فوق. مين قال ان الكولوم فوق؟ مستر ما هي تايمز، هي تايمز بقى الجول ولا تايمز الاوم؟ تايمز الاوم. طيب يبقى انا جول وادي اوم وهي تايمز الاوم، فالكولوم تحت من الاخر من بعد سلاش كله تحت. نعوض فيزيكال كوانتي بدل ما هي يونت. الجول وورك حلو، الاوم ادي ار حلو، الكولوم ادي كيو حلو. انت في حاجه ممكن تجمعها تقدر تجيب لك حرف معين؟ انت عارف ورك على ار؟ لا. انت عارف كيو في ار؟ لا. انت عارف ورك في كيو، ورك على كيو سوري. فانت عارف ورك على كيو. مستر بس انت من شويه قلت لنا في الهوم ورك من ورا، قلت لنا لازم نفك. الناس ما خدتش قوانين الورك، والله لما تاخد قوانين الورك هفك لك كل حاجه، ولما نفك دي ونفك دي هتلاقي كل حاجه بتيجي في الثانيه. اوكي؟ فالاسهل بقى بالنسبه لي حبيب قلبي اهي دي اللي عندنا بنجمع مبدئيا ورك على كيو، ورك على كيو وك في. هل هم صح ولا غلط؟ يعني ايه صح؟ يعني هل هي قانون الفي ورك على كيو ولا كيو على ورك؟ لا ورك على كيو، يبقى انا مش عاكسها. يعني انا لو جات لي في مساله مستر كيو على في سوري كيو على ورك، اكتب ان هي 1 على في؟ ايوه. طب لو جات لي ورك على كيو يبقى اكتب ان هي في. ما هو ورك على كيو ايكوال في، لو جالي كيو على ورك هقول في برضه؟ لا بكتب 1 على في. حلو قوي. طيب الار بقى سبحان الله فجاه بلاقي الطالب مستر ما الفي طلعت فوق خليها بقى الار. يا حبيب قلبي ابوس ايدك اخويا الكنتالوب ما تبقاش في الكنتالوب. في على ار تقدر تقول لي في على ار تبقى ايه؟ هوبا دي اللي هي الاي. تعبان نفسيا افكها لك. الفي باشا والله العظيم اي في ار، الفي ايكوال الرفع اعترف، والار دي هي تاني زيرو وزيرو هيبقى لي اقسم بالله برضو الاي، بس هي سهله قوي. في على ار، فبالتالي في على ار اللي هي بعون الله حبيب قلبي عمو الامبير. فهمت اللعبه؟ خش عليه. على فكره الموضوع مش صعب، والله الموضوع مش صعب. قشطه تمام ان شاء الله خير عادي جدا، وايه ربنا يكرم يا باشا. ماشي. منشن ذا فيزيكال كوانتي. ماشي بص بقى، فيزيكال كوانتي ميجرد باي ايتش. يعني ايه فيزيكال كوانتي؟ مش يونت. يعني بالصلاه على النبي احنا كاتبين لكم هنا امبير وكرنت انتنسيتي عشان يا دوب بس تعرف مين فيهم فيزيكال كوانتي ومين فيهم يونت. قولي كده يلا. امبير ايه يا حبيب قلبي؟ يونت. كرنت انتنسيتي ايه يا حبيب قلبي؟ والله ده الفيزيكال كوانتي. بوتنشال ديفرنت ده فيزيكال كوانتي، اليونت بتاعتها فولت. الريزيستنت ده فيزيكال كوانتي، اليونت بتاعتها اوم. اليونت دي اللي انت بتكتبها جنب الرقم، لكن انت ما بتكتبش 10 ريزيستنت، ما بتكتبليش 10 كرنت انتنسيتي، بتكتب 10 امبير. ده يونت. اليونت هي اللي بتتكتب، اليونت اكتب عندك، اليونت هي اللي بتتكتب جنب الرقم، جنب النمبر. صعبه دي؟ ماشي. بكلم فاهم تحت البوتي، يعني مش تحت السيفون، تحت البوتي. اوكي؟ انا بتكلم فيزيكال كوانتي. اعتقد كلهم بير سكند خلاص عرفتها، احنا بنعيد نفس الكلام تقريبا، هو نفس الحاجات نفس اللي احنا جبناهم فوق. كلهم على سكند، يبقى انت بتكلمني في كيو على تي، فبالتالي الفيزيكال كوانتي بتاعتها كرنت انتنسيتي. جول على كولوم ده اللي اتفقنا هي نفس الحاجه، بس دلوقتي بيتكلم فيزيكال كوانتي. اوكي. جول على كولوم ده اللي هو بعون الله البوتنشال اللي هكتبها لك بس الاول، ورك على كيو، فبالتالي دي في ده البوتنشال ديفرنس، فبالتالي بختار بوتنشال ديفرنس. جول على كولوم بير كذا ده اللي احنا اتفقنا ان هي امبير، فبالتالي الفيزيكال كوانتي بتاعتها كارنت انتنسيتي. خلاص فالاجابه بي. ماشي. الديفاينات لذيذه وسهله ومش مستاهله. زين ديفاين ذا فيزيكال كوانتي يا باشا كولوم بير سكند. يخرب بيتك نعيد تاني يلا يا باشا. هنا الفيزيكال كوانتي بتاعتي زيرو زيرو. الفيزيكال كوانتي بتاعتي ماشي شكرا. يلا بقى بالمره. الكولوم بير سكند حبيب قلبي اقدر اقول لك ان هي بعون الله الاي. اعمل لي بقى ديفاين الاي يلا نشوف.
the quantity passed in a given cross section area in 1 second. انا اقدر اقول لك ان دي تمام. quantity passed in 1 minute. سوري معلش. work done to transfer ده مش اعتقدش ان ده الكهرباء. الاجابه ايه؟ ديفاينات بقى صريحه. جول على كولوم حبيب قلبي اللي هي اتفقنا ورك على كيو. انا بعيد الكلام 7 مره. حبيب قلبي اللي هو البوتنشال ديفرنس. تعالى جيب لي الديفاين بتاع البوتنشال ديفرنس. فهو مش الاول واحد ده بتاع الكرنت انتنستي. work done to require to transfer one column من one point to another. حلو. work done to transfer in 1 second. مفيش سكند دي خالص. اوكي انت كده كده بتقول it is the work done to transfer unit charge from one point to ايه to another. فده الفولت مش او الفولتج بقى اللي هو البوتنشال ديفرنس. اخر واحده اللي هي جول على كولوم. خلاص جول سوري على بير كولوم. ده اللي احنا عملناها في اللي فوق. فبالتالي تعال نعملها تاني. ادي ورك والاوم اللي هي ريزيستنت، الكولوم اللي هي الكيو. خلاص اتفقنا ان احنا خدنا الجميله دي كده فبقت بعون الفي وخدنا الار زي ما هي تحت. فبالتالي دي طلعت اللي هي ايه الكرنت انتنستي. نقول بقى الديفاين بتاعها. فاكيد الديفاين بتاعها لسه عاملينه. ذا كوانتي باشا باز ان جيفن كروس سكشن اريا ان 1 سكند. فنقدر نقول ان هي نمبر ايه. يلا خش عليه. الحمد لله على السلامه وصلنا مسائل. كلام بقى عادي جدا باشا. معايا 3 امبير مش مشكله الكلام. ومعايا 6 اوم ريزيستور. الراجل عايز ذا فولتج ديفرنت بوتنشال ديفرنت. الفي ايكوال استخدم انهي قانون؟ الفي ايكوال يلا باشا استخدم انهي قانون؟ اي في ار ولا ورك على كيو؟ فاهمني؟ انا معايا اي وار يبقى اكيد ورك على. تمام؟ يبقى اكيد اي في ار. حلو بسم الله ما شاء الله. 3 و6 3 و6 يبقى 9. شكرا. 18 فولت. مفيش 9 ما تحسبهاش بدماغك. دي بتتحسب بالكالكوليتر عادي. ماشي. فولتج برضو نفس الكلام 0. فولتج ديفرنس اصلا 0.5 اوم از 6 فولت. فهو حاطط فولت معين على ريزيستنت كده. عايز الكرنت بتاعك اللي هيطلع بكام؟ لو انا لقيت الريزيستنت بالمنظر ده فاقدر اقول لك ان الفي في السخان بقى ايكوال اي في الار. فبالتالي الاي ايكوال في على ار. صح كده ولا ايه؟ صح حلو. فالاي ايكوال في على ار. فبالتالي خلاص بص الفي ايكوال اي في ار. الار ايكوال في على اي والاي ايكوال في على ار. يعني من الاخر الفي هي الوحيده اللي تايمز. الفي لو هتجيبها هي الوحيده اللي تايمز. اي حاجه بقى ثانيه ديفايدد. ودايما الفي فوق في كل الحالات هنا او حتى في الار. كل دايما الفي فوق. حلو. الفي الراجل مديها لي 6 فولت اوفر 0.5. الكلام ده يطلع ب 12 احمد قشطه 12 امبير. اوكي يلا بقى نلعب. لا اله الا الله. خش عليه. بيقول لك المساله دي بتقف مع الطلبه. ماشي. 1 امبير فيوز. مستار مين الفيوز؟ اسمع مني. عندك طابلو كهرباء عشان كده جايبه. طابلو الكهرباء ده بيبقى عندك في الشقه جوه. اول ما الكهرباء بتزيد بتلاقي فجاه الاوضه قفلت وفي زرار بابا بيقول لك روح افتحه في طابلو الكهرباء. اكيد انت كبير بسبب بالطول دلوقتي في طابلو الكهرباء. صح اوكي. فيقول لك الحق هو الزرار الوحيد اللي بتلاقيه واقع ده الفيوز. ايه ده بقى الفيوز ده؟ بص بقى الفيوز ده من الاخر اللي موجود عندنا دلوقتي هو ده الجديد. بس احنا دلوقتي بنتكلم في القديم. ايه اللعبه بقى؟ بص يا بابا معايا بيت قشطه فيه اجهزه حلوه قوي. الجهاز ده لو دخل له مثلا 1 امبير هيفرقع. لا اله الا الله. طب ما 1 امبير ده كتير ولا قليل؟ حبيب قلبي الكهرباء اللي ماشيه عندنا بالملي. ملي ده كتير. صباح الفل. 1 امبير ده اللي ممكن تسحبه في الشهر. حلو. ف 1 امبير ده رقم مش قليل. حلو. فالجهاز ممكن يفرقع فبنعمل حاجه اسمها فيوز. الفيوز ده معمول للايه؟ كلام بسيط للسيفتي. سيفتي لمين؟ اكيد مش ليك. احنا مش مهتمين بيك خالص. احنا مهتمين بالاجهزه. اغلى يعني واهم. فحبيب قلبي السيفتي بيعمل ايه بقى؟ ده بيتحط في اول الشقه. وتفر بقى في اجهزه قد ايه عندكم مش مشكله بس ده بيتحط في اول الشقه. فقبل لما الكهرباء بتيجي من الارض عامه من اللي هو من الشارع بيبقى في طابلو كهرباء كبيره في الشارع وبيطلع لكل عماره بيبقى ليه طابلو كهرباء تحت. اوكي؟ قبل ما بيطلع للشقه بتاعتك السلك لازم يعدي على طابلو الكهرباء اللي هي بتاعت المفاتيح لوحه المفاتيح. عشان من الاخر قبل ما يخش او اي حاجه تحصل او بزياده نبوظ لوحه الكهرباء فيها حاجه بسيطه كده عبيطه جدا نبوظها بدل ما نبوظ الاجهزه. طب بنبوظ ايه؟
نتكلم على الجديد والله هي الزرار بيقفل، نتكلم على القديم اللي عندنا في المنهج عشان طبعا احنا منهجنا متطور، فبالتالي بيبقى فيه التابلو الكهرباء ده تقول مثلا ده زرار بيبقى فيه سلك صغير جدا رفيع جدا، ارفع من السلوك عامه اللي موجوده. السلك ده بقى على حسب رفعه فهو بيستحمل كهرباء معينه، لو هو رفيع قوي يستحمل كهرباء قليله. اول ما الكهرباء دي تيجي يوم هو مقطوع. طب يا مستر بس السلك كده اتقطع، ده زمان كنا بناخدها كده ونغيرها. الكلام ده كانت اصلا الفيوز ده كان بجنيه، بدل ما الجهاز مثلا بكذا 1000 جنيه يتغير، ولا نغير الجهاز اسهل. انت ايه رايك؟ صح؟ فكان بالنسبه لنا حبيب قلبي الفيوز ده بنغيره. دلوقتي الفيوز كمان ما بيتغيرش، دوب الزرار بيقع. يعني انت اول ما الكهرباء بتعلى يقوم الزرار واقع، بدل ما التلفزيون يفرقع عشان كده البيت بيقفل. اوبا يبقى كان تحميل عالي. فهمت قصدي ايه؟ فهو بيقول لك 1 امبير فيوز. يعني ايه؟ يعني الفيوز ده اخره من الاخر 1 امبير فيوز دي معناها دي الماكسيمم كارنت. دي الماكسيمم ماكسيمم كارنت يقدر يستحملها. كان الفيوز ستاند يستحملها. فالفيوز ده صاحبي اخرنا 1 امبير. فهم بالظبط الفيوز من الاخر بيتحط عشان يستحمل زيه زي الاجهزه بس كده. حلو قوي. يبقى 1 امبير. حلو قوي. يبقى ده كده اكبر حاجه. السلك ده بقى اول ما بيخش له 1 امبير بيتقطع. قطع ده ولا كسر هفرقع التلفزيون في وشنا، يبقى ولا تلفزيون ولا وش يعني ولا حتى جوازه. خش عليه كونكتد يا معلم من السيركت. حلو. الباتري بتاعتك كام؟ 6 فولت. حلو. يبقى انا كده معايا فولت والكرنت اللي اخرنا. بص الراجل قام طلب ايه؟ ذا مينيمم. لا اله الا الله. ذا مينيمم ريزيست. حد يقول لي ليه طلب المينيمم ريزيستان؟ عشان الكرنت هنا ايه؟ ماكسيمم. انت الراجل بيقول لك الار اهو اللي عايزها ايكوال في على اي. انت معاك اي كهرباء ولا معاك اكبر كهرباء تقدر توصل البيت؟ برافو عليك. اكبر كهرباء تقدر توصل البيت. يبقى انت عايز تقول له اقل ريزيست. لو قللت اكتر من كده الكهرباء هتعلى حبيب قلبي هتفرقع لك البيت كله. يبقى انا ما ينفعش، دي اقل حاجه ما ينفعش اقل عنها. هو الراجل بيسالك اقل ريزيست ما ينفعش اقل عنها عشان الكهرباء توصل ل 1 امبير. دي اعلى حاجه ما ينفعش تعلى عنها عشان يا باشا والله العظيم تقدر تمشي ب 6 فولت. فالكلام عبيط جدا. كونكتد سو ذا فيوز داز نوت فاير. فانت بالظبط بتتعامل مع ال 1 امبير. اقدر اقول لك ان البطاريه 6 فولت، الكرنت حبيب قلبي 1 امبير، دي اعلى كهرباء، فبالتالي الار بتاعتك اقدر اقول لك ان هي ب 6 اوم. حلو. ده ما فيش 6. نعمل ايه؟ بص سهله. هي ممكن الخمسه دي نخليها 6 فهتبقى الانسر سي. اللي هتحتار فيه اختار معروفه. ممكن نبطل شم ايه؟ بجد يا مستر؟ ايوه. بص بقى، ما انا لازم اكون فاهم. احنا قلنا الار دي اقل ار ممكنه تبقى 6 عشان دي اكبر اي. عارف انا لو قللت ار اكتر من كده الاي هتعلى، هيفرق على الاجهزه. يبقى انا ما ينفعش اختار رقم اقل من الستة. 6 يا دوب. اوكي. بس لو حطيت 5 و5 دي اقل من 6 فده معناه ان انا قللت الار فالاي عليت فرقعت. 5 ما تنفعش. 1 ده انا قللت الار قوي. ار قوي قلت الاي تزيد قوي هيفرق على الاجهزه. 3 برضه قللت عن الستة. ايه ده؟ ايوه الوحيده اللي ممكن هو ما قالكش ذا مينيمم مش يعني بالنسبه لك في المساله. فانا بالنسبه لي الستة بس ال8 تنفع. يعني ايه؟ يعني ال8 لو اتحطت الار علت شويه فالاي قلت شويه مش هتحرق الاجهزه. اللي بيحرق الاجهزه هي الايات. ولا فولت بقى بالنسبه لنا الى حد كبير في المسائل. سيبك بس بالدنيا قشطه. ولا فولت ولا ار. الار دي هي الجهاز ذات نفسه. بس حبيب قلبي الاي. فانا بالنسبه لي اخترت ار اكبر شويه من الستة. ار اكبر اي زي ولا عكسها؟ عكسها. ار اكبر يبقى الاي اقل. ما دام اي اقل يبقى بالتالي مش هتفرق حاجه. فاللي في السيف سايد ال8. سقف يا ابني الله والله فيس يا بنت الله اقسم. يلا يا رجاله يلا يا خالتي يلا خالتي عدم الله يا عم يخش يا عم الحاج يلا. A student found a resistor. دي حلينا بالظبط زيها في الحصه. تمام. هو يا معلم شي is connected to 1.5. خلاص 1.5 باتري. حلو. 50 محمد احمد. دي 50 محمد احمد ولا ملي امبير؟ ملي امبير ما شاء الله.
بس يا معلم 1 3 فولت ومش عارف ايه ومش عارف 25 مش عارف كذا. يعني انا من الاخر حطيت بطاريه بالمنظر ده طلعت لي كرنت كده، حطيت بطاريه بالمنظر ده طلعت لي كرنت كده، نفس الديفايس. هل الديفايس ده بقى بيوبي اومز لو ولا مش بيوبي؟ عملناها كل التاتش في الكونديشن. اتفقنا حته اومز لو هي فيها حتتين، حاجه وحاجه، رول وكونديشن، رول وكونديشن. الرول سهل، هي الرول الفي ايكوال اي في الار، قشطه. طب والكونديشن ان الار ثابته، فانت ثبت لي الار، فبالنسبه لي بشوف بس الار ثابته ولا لا. طيب كيس 1، طيب تعالى نجيب والله العظيم كيس 1. انا حطيت الار ايكوال في على اي. طيب الفي بتاعتي اقدر اقول لك 1.5 على 50 محمد احمد في 10 باور نيجاتيف 3. ايه ده؟ ايه اللي انت محمد احمد يعني ملي امبير، يبقى 1.5 على كام؟ على ال 50 في ذا باور نيجاتيف 3. الكلام ده بعون الله سبحان الله. دلوقتي معناها ان 1.5 على 50 صح كده؟ حلو قوي. دي كده الار في كيس 1. يعني من الاخر لما اجرب ده كده كانت الباشا ده جهاز دلوقتي 30. لو طلعت الثانيه 30 فبالتالي احنا لوز العنب وتمام. طيب بتيجي نجرب الثانيه الاي حبيب قلبي. خلاص بقى بنجيب سوري الار بقى، انا بجيب الار اصلا. الار ايكوال في على الاي. انا بقى لما حطيت فولت ب 3 فولت لقيت ان الكرنت ب 25 10 باور نيجاتيف 3 عشان ملي امبير. فهي انا بشتغل بالامبير 10 باور نيجاتيف 3 كده بقيت انا امبير. الكلام يطلع كام يا مستر عبده؟ برافو عليك يا مستر عبده. حسبي الله 120. حلو قوي. طيب سبحان الله، ده معناه ان الار كانت كده، بقت الار بقت كده. واضح ان هي كونستانت صح؟ لا مش كونستانت. يبقى اوبي ولا داز نوت اوبي؟ هي الار مش ثابته. ده معناه ان التمبريتشر زادت صريحه. ان الار لما التمبريتشر لما بتزيد الار بتزيد في الحصه الثانيه. اوكي كده فاهمني؟ هز يا وز. اوكي فبالتالي داز نوت اوبي. يلا اخواتي اخر مساله عندنا. المساله دي هنأجلها للاسبوع القادم، هنحلها مع بعض ان شاء الله، ربنا يوفقنا يا رب. ماشي. اكرنت 4 امبير فلو ثرو ا واير. حلو قوي. ذا بوتنشال ديفرنت از 20. حلوه قمر قمر قمر. حلو. معايا فولت ومعايا اي، كلام عادي جدا. كالكوليت ذا ريزيستنس. ايه الحلاوه والطعامه دي؟ انا لما ابدا كده بالصلاه على النبي، الار ايكوال في على اي. خلاص بقى انت فهمت اللعبه. خلاص الفي هي الوحيده اللي تايمز والفي دايما فوق. وبعد كده بالتالي دي كده اقدر اقول لك ان دي 20 فولت. إيه الحلاوه دي؟ على الاربعه تطلع ب 16 صح؟ حلو قوي. ب 5 اوم. فبالتالي يا 5 اوم يا اما 5 اوم. يا حلاوه. طب ايه تاني؟ باشا عند بعد الريزيستنس عند نمبر اوف تشارجز، كلام عادي جدا. ومش عارف فلو ان 1 مينيت نوينج ذات ذا اي برضه بتاعتك 1.6. اما الدنيا خلصانه بالشياكه هنضطر نرجع لقانون الاي. ليه؟ لان هو اللي فيه كيو على تي. ليه؟ لان هو اللي فيه الان اللي انت عايزها، وعايز النمبر اوف الكترونز او نمبر اوف تشارجز يعني. انت خلاص وادي يا عم الاي بتاعت حضرتك على التي. حلو. بقول لك ايه؟ الاي بتاعتك انا بعد اذنك نعوض معلش. الاي بتاعتي الراجل ده باربعه. الان هو ده اللي بحلم بيه. الاي 1.6 في 10 ذا باور نيجاتيف 90. خلاص على التايم 1 مينيت. الكلام بيقول 60 والحسابه بتحسب. بقول لك ايه؟ 60 بالديفايدد تروح الناحيه الثانيه بالتايمز. دي كلها بالتايمز تروح الناحيه الثانيه بالديفايدد. اعملها لك. الان اهي زي ما هي. بص اللي انا عايزه بخبيه ومرمط اللي جنبيه. بس لما بيروح بنفس الحاجه ولا بيروح بالعكس؟ كلام عادي. الفور زي ما هي، دي زي ما هي ودي زي ما هي. اللي جنبيه هو اللي بيتمرمط ومرمط اللي جنبيه. حلو. بقول لك ايه؟ خبيه ومرمط اللي جنبيه. 60 طلعت فوق وال 1.6 في 10 ذا باور نيجاتيف 19. حبيب قلبي في طلبه بتطلع الارقام هنا تطلع الرقم صح بس بيطلع الباور بيطلع غلط. ايه ازاي يا مستر؟ ما عملتش براكت بس. اقسم بالذات الكالكوليتورز اللي زي حالاتي كده اللي هي التعبانه القديمه. فبالتالي حبيب قلبي هوبا لانش. الاجابه ايه؟ اوكي دي ريشيو. نط الناحيه الثانيه ان شاء الله. جود باي.
اول هوم ورك في اللذيذ، ما اعتقدش ان في احلى من كده ولا اسهل من كده. والله العظيم انتوا حلوين وعسليه، واعتقد ان انتوا حالينه زي الفل. ولو مش حالينه ايه المشكله؟ بقول لك ايه قمر، السلام عليكم.